فرخة مشوية بالبطاطس بطريقة جديدة وسهلة زي ما انتم شايفين. منظر الفرخة عامل ازاي، وتسويتها عاملة ازاي، وتتبيلتها عاملة ازاي. لو انت حابة تعرفي الطريقة تعالي معايا وشوفي الفيديو لحد اخره عشان خاطر تعرفي ازاي عملت الفرخة ديت بالطريقة ديت. هتشرفك وعزوماتك. هتعجب ولادك جدا، هتبقى بالنسبة لك جميلة جدا، مش هتاخد منك اي وقت في تحضيرها. يلا بسرعة تعالي وشوفي الفيديو لحد اخره، وما تنسيش وانت معدية بأحلى لايك وكومنت منك ودعوة حلوة لعل الله يستجيب مني ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا معاكم من قناة بيتي مملكتي. اللي لأول مرة يشوف قناتي ياريت يشترك في القناة ويفعل الجرس على الكل اول عشان يوصلك مني كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وشير لكل اصحابك عشان نقدر كلنا نستفيد. النهارده هنعمل مع بعض طريقه بطاطس بالفراخ بطريقه سهله جدا وبسيطه. مش هتاخد مننا وقت، مش هتاخد مننا مجهود، هتتعمل كلها مع بعض. مش هتاخد مننا كمان مواعين. هتطلع مشويه، هتطلع مستويه، هتطلع الخضار تحفه. والفراخ كمان مش هتاخد وقت خالص في السوا. هنعملها النهارده في الكيس الحراري، بتبقى جميله. واي حاجه تسويها في الكيس الحراري بتبقى جميله. لو بطه، لو فرخه، لو اي حاجه بتسويها في الكيس الحراري بتبقى تحفه، وبتبقى تسويتها جميله جدا جدا، وبتبقى من جوه الانسجه بتاعه اللحمه او الفراخ بتكون مستويه كويس قوي. هنقول مع بعض المقادير عشان ما اطولش عليك الفيديو. دول 3 بطاطسات مقطعين مكعبات، خلاص تمام، و3 طماطمات مقطعوهم شرايح، و3 بصلات متوسطه مقطعوهم جوليان، ودول 10 فصوص ثوم، ودي نص كوبايه طماطم بيور، او لو ما عندكيش طماطم بيور حطي استبدليها بالصلصه. طماطم بيور دول مقطعه الطماطم وضربها بالهاند بلندر بدون اي سوائل. خلاص تمام. وبهارات دول بصل بتاع 7 بهارات، وبهارات فراخ، وملح وفلفل اسمر، ومكعب مرقه. ودي الفرخه بتاعتنا دي 2 كيلو، وممكن تبقى اكبر كمان. في التركيز الحراري هتستوى كويس جدا. خلاص هبتدي امسك السكينه بتاعتي وابتدي انغز في الفرخه بتاعتي عشان خاطر تبتدي بقى تشرب التتبيله بتاعتي اللي هعملها لها. وكمان تبقى شاربه الملح ومن جوه كده لحمها يكون مستوي كويس جدا، ويبقى طعمه حلو جدا ومستوي. خلاص تمام، دلوقتي خلصت تنغيز الفرخه بتاعتي. هبتدي بقى اعمل بقى التتبيله بتاعتي اللي هعمل بيها الفراخ. هجيب طبق وهحط فيه كل البهارات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها: الملح والفلفل ومكعب المرقه والسبع بهارات وبهارات الفراخ. خلاص هكسر مكعب المرقه بتاعتي وهنزل عليه ببوريه طماطم اللي انا عاملاه، عشان خاطر ابتدي ادلك بيها الفرخه من جوه ومن بره كويس جدا، وبين الجلد واللحم عشان تتشرب من التتبيله بتاعتها الجميله اللي احنا عاملينها لها دي. لازم ندعك كده الفرخة كويس عشان خاطر تكون متبلة وشاربة ملح. ويا ريت لو نعمل الخطوة دي من قبلها بيوم ونسيبها في التلاجة، هتديها طعم جميل جدا، وبتخلي الفرخة بتاعتنا تكون شاربة من التتبيلة. خلاص تمام، ولحمها بيكون جوسي كده، وبيبقى طعمه حلو جدا. اقل حاجه تسيبيها من ساعه لساعتين في التتبيله. وزي ما قلت لكم لو عملتيها من قبلها بيوم هتبقى في منتهى الجمال. خلاص دلوقتي تبلت الفرخه بتاعتي، هبتدي بقى اجيب هسيبها شويه في التتبيله، وبعد كده هبتدي اجيب الكيس الحراري بتاعي، وهروح حاطه بقى البطاطس. طبعا بقيه التتبيله بتاعتي هدلك بيها البطاطس اللي عندي. احطها على البطاطس اللي عندي، واحط البصل والثوم وكل البهارات اللي موجودة دي بواقيها، واحطها في الكيس الحراري، واحط عليهم الفرخة، وهقفل الكيس الحراري بتاعي، وهنغزه كده نغزتين بس عشان يقلل التهوية شوية. خلاص تمام، وهروح حطها في الفرن مش اقل من ساعة. خلاص تمام، لو الفرن بتاعك على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط هتسيبيها من ساعة لساعة ونص، هتبقى معاكي بصي تحفه تحفه بعد ما تطلع من الفرن. وهي حبايبي بقى الفرخه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، انا بس فتحتها سنه بس عشان تتهوى، عشان خاطر اقدر اقطع لكم منها واوريها لكم. زي ما انتم شايفين اللحم تحفه، زبده تقريبا اخدت لها ساعه وربع في الفرن في الكيس الحراري. طالعه مستويه جدا زي ما انتم شايفين. اللحم بتاعها ابيض من جوه، بيتقطع معايا بكل سهوله. الصدر مستوي جدا.
بيتقطع معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين، من جوه لحمها ابيض وجميل ومستوية في منتهى الجمال. خلاص تمام. وكمان هجيب لكم قطعة من البطاطس. البطاطس استوت وبقت بوريه وبقت في منتهى الجمال. يا رب تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم، كانت سهلة ليكم وسهلة بالنسبة لكم. زي ما قلت لكم وصفة سريعة ممكن تعمليها وتحطيها في الفرن، ما خدتش منك 5 دقايق في التحضير. كنت مجهزة فرختك ومتبلاها برضو، ما خدتش 5 دقايق في التتبيلة و5 دقايق في تحضيرها. لو عندك عزومة هتشرفك جدا جدا. هتعملي فرخة او 2 بالكيس الحراري، ممكن تعمليها في بطة، ممكن تعمليها في اي اكلة، بجد بجد بتكون تحفة. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس ومشاركة القناة عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.